كانوا سابقين سابقا. نعم. يعني فتره التسعينيات اتصور بدايه 89 90 كانوا متفوقين علينا بالمهرجانات الرياضيه وتجهيز البطوله. وشكرا لضيفي الرابعة الرياضية الكابتن حمزة داوود والكابتن بسام رؤوف. أهلا بكل السادة المشاهدين لقناة الرابعة، قناة كل الرياضات والدوريات والمنتخبات. نأخذكم إلى الكويت وتحديدا من استاد الكويت، حيث الجولة الثانية من تصفيات بطولة آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عام. مرمى إذا فاز اليوم بأكثر من 4 أهداف معناته بيدخل بفرصتين الفوز والتعادل لخطف كرت التأهل المباشر والابتعاد عن مركز الوصافة، لأن مركز الوصيف أيها الأحبة ملغوم فيها، متلخبطة تماما. الكرة ملعوبة إلى بلند أزاد ولكن تطلع إلى خارج الملعب وكأن لم يكن. كرة ملعوبة بتوصل، لأن هذه النتيجة راح تنشطب من الناحية المنطقية. تحدث كرة ملعوبة بتوصل، المنتخب العراقي بيحاول فيها ولكن بيبعدها منتخب منقولة ناحية اليسار وبتطلع إلى برا الملعب. ناطرين أيها محاولة المنتخب التيموري، كرة اللعب عرضية ويشيلها حارس تاو وبيلعب الهجمة العكسية السريعة لكنها أقرب إلى حارس المرمى بيريرا. رابع هنا محاولة لألكسندر يلعبها عرضية لكن الديفازيل. كرة ملعوبة، الهدف الأول شكله قرب، الهدف الأول قرب لكن هذه كرة سهلة لبلند أزاد. بلند أزاد الحقيقة بيلعب كرة سهلة بيرجعها لحارس المرمى بيساره، لعبها إنما عدت ومرت بسلام. شوف لمها بشكل صح وعدى من 2 من اللاعبين يعتبر ولعبها بيساره، لكن حارس المرمى ما لقى صعوبة في انتصار كبير. كرة بتلعب عرضية لكن بيشيلها بتلعب إلى ماريو كونتاو ولكن راحت إلى الكرة بتنقل عرضية وبالراس بيشيلها أيضا برازيلية. محاولة ألكسندر بيشوت، الله كرة بتلعب حارس المرمى. برافو حاول فيها السكند بول حسين اللاوندي لاعب نادي الطلبة بيتابع كرة ألكسندر اللي راجعة من حارس المرمى، اللي شوف أعطاه فرصة في مساحة للتسديد، وبالتالي فكرة سليمة الحقيقة من اللاعب اللي هو ألكسندر اللي بيسدد في منتهى القوة. ألكسندر أوراوا ولكن تطلع إلى خارج الملعب. لاعب فريق كوينز رينجرز الانجليزي المنتخب العراقي، الجول دنا وتلعب بالراس لكن تطلع الى قال يعني مواطن القوه والضعف في تيمور عرفناها، ويعمل مفاجاه مثلا بالفوز. كره بتلعب محاوله للمنتخب العراقي حتى الان اليمين تشاهدون وتستمعون ايها الاحبه المتابعين عبر كويت سبورت. نرحب بكل سجل الهدف الثاني والسابع في المباراه الماضيه. ألكسندر عنده هدفين، كرة بتلعب وتوصل لما أقرب إلى حارس المركزية المرتدة لمنتخب تيمور ولكن سريعة وأقرب. رضها تلعب الكرة وحارس المرمى بيشيلها ويبعدها، تعود عكسية. الغربية هي أراضي تابعة لأندونيسيا مسيطر لكن السيطرة بدون هدف ما تروي. كرة ملعوبة وهذا الجول، الله ومرة ثانية ودربكة وتنحط وجول. الجول الأول وصل للمنتخب العراقي. الهدف الأول وصل للمنتخب العراقي بيسجل اللاعب بلند أزاد من دربكة في دقيقة وفي شوط المباراة. خلونا نشوف الإعادة. شوف بالراس حاول فيها الحارس، ارتباك أيضا اللاعب الحقيقة يوسف الإمام مشارك بقوة. اللي سجله هو علي جاسم اللي حط الكرة بالجول. علي جاسم، وشوف المدافع اللي دائما يتقدم لكن حطها براسه. علي جاسم معلن عن أول أهداف اللقاء حاول فيها حارس المرمى لكن تنظيم دفاعي الحقيقة يعني انهار بعد الدقيقة 17. أعتقد أن الدفاع الثاني ويقتحم ويلعبها عرضية ولكن تطلع ركنية فيها فردية. هذه اللعبة فيها فردية أكثر من لاعب كان يزاد، ممكن يشوت، ممكن يحضر بشكل جيد وتنحط. الله كرة ألكسندر أوراوا بيسدد كرة بيساره ولكن
تصطدم بالشبكه واحتمال. اوه حلوه التسديده، حلوه التسديده برا المنطقه، لكنها عدت وطلعت بسلام على مرمى المنتخب التيموري. راح يلعب الكره الثابته ويحطها. الله الله، حلوه الكره، صدمت بعارضه المنتخب التيموري بقوه. كره حلوه الحقيقه من اللاعب راضي شنيش، ان في اختلاف كره ملعوبه. الله بيحاول. اوه بلنتي، ضربه جزاء حسين لاوندي بيتعرقل داخل منطقه ال18، وحكم اللقاء العماني بيصفر. محمود سالم معلن عن وجود ضربه جزاء داخل منطقه ال18. شوف حسين لاوندي ويلعبها. اوه جول في الاتجاه المعاكس، يسجل ثاني الاهداف من ضربه جزاء. هو اللي عمل ضربه الجزاء وهو اللي سجل ثاني الاهداف بالدقيقه 36. حسين اللاوندي يسجل هدف في المباراه الماضيه، سجل هدفين على مكاو، كان هو الهدف الاول والعاشر. الان هو يسجل ثاني الاهداف، وهذا الهدف الثالث له في البطوله. لاحظ لعبها بالاتجاه المعاكس لحركه حارس المرمى، بالتالي المنتخب العراقي يسيطر على الشوط الاول لكن ما سجل الا هدفين. التيموري الضغط متواصل، كثر الضغط راح ايضا يسبب اخطاء. اوه جول الثاني لهذا اللاعب، والثالث في المباراة، وهدفه الثاني الشخصي بدقيقة 44 تصير النتيجة 3-0. حسين اللاوندي يسجل هدف الثالث في المباراة، وهذا ايضا جانب من المشجعين العراقيين. شوف اللعبه، شوف الضغط، خروج بوقت سليم، كسر التسلل وللمرمى، وصل اسيست على اعلى مستوى الحقيقه من منتظر قاعد يقدم مباراه حلوه الحقيقه في هذه المباراه. وشوف اللعبه لعبها بالموعد وفي المكان المناسب وبالتوقيت المناسب، ويضعها براسه حسين اللاوندي 3-0 الان. يلعبها عاليه ويشتي الحاط. الله، كل الضربات الركنيه خطيره. هاتريك بيسجل حسين لاوندي، هاتريك بالدقيقه 64 من كره ثابته ركنيه، بيسجل الهدف الرابع. بالهدف الرابع بيسجله اللاعب حسين اللاوندي. شوف شلون طلع للكرة من ضربة ركنية لافة وبالراس. حارس المرمى خان التقدير هذه المرة، حارس على فكرة قصير القامة، وبالتالي الكرات العالية يعني احيانا ما تخدمه. شوف حاول فيها دخول موفق من حسين اللاوندي وراحت على راسه في الموعد وحطها بشكل حلو. للمرور يتقدم المنتخب العراقي، وضعها منتظر اللاعب البديل اللي استلم شارة الكابتن منتظر محمد يخمس المباراة. وخلاص الآن الهدف الخامس يضمن اللعب. لو تعادل يلعب على المركز او على التعادل والفوز في المباراة القادمة. ما لم يحقق المنتخب الكويتي اعلى من نتيجة 13-0. كرة بتلعب توصل، الهدف ملعوب، تمريرة حلوة، وعلى طول هو واقف استقبل الكرة والاسيست العالي، لكن يشيلها المدافع بالراس وجول. هذا السادس وصل. رضا فاضل بيسجل سادس الاهداف. اللاعب كرة من جهة اليمين عند المساحة الخالية على الطرف. فينيسيوس جونيور، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب.